بسم الله الرحمن الرحيم. نستضيف رئيس ومؤسس فريق نجوم الأحساء عبد الإله العيسى أبو حيدر. حياك الله يا أبو حيدر. حياك الله أبو علي، أهلا وسهلا فيك ويعطيك العافية على حضورك وعلى رغبتك في عمل اللقاء معنا. الله يجزيك خير. الله يسلمك أبو حيدر. أبو حيدر، أول شيء حدثنا عن البطولة هذه، كم رقمها؟ عن رقم البطولة وعدد الفرق المشاركة في هذه البطولة. طبعا ولله الحمد وصلنا إلى بطولة رقم 36 كافة المستويات، ما شاء الله، فئة البراعم والناشئين والشباب والأولمبي والفريق الأول، وهذه رقمها 36 ولله الحمد. وعدد الفرق المشاركة طبعا 12 فريق. كنا في البطولة الشتوية الأولى 8 فرق حققها اللي هو فريق خليج الطرف، والبطولة الثانية الشتوية كانت 8 فرق حققها صقور المحدود. البطولة العام الماضي كانت 12 فريق حققها الصباط أمام العميد، والآن البطولة الشتوية الرابعة 12 فريق. أنت تتكلم عن الفريق الأول حاليا، سيرة الفرق المحققة بالضبط، الشتوية كلها للفريق. زين أبو حيدر، نتائج الفرق المشاركة في هذه البطولة على اعتبار أن اليوم هذه الجولة الثالث، المجموعة الثالثة للجولة الأولى، بدأت متى يعني هذه البطولة؟ طبعا المقرر في الجدول تبدأ الخميس. بالفعل يعني ما نقول بدأت الخميس، استؤنفت الخميس سبب الأنوار. فريق الأنوار بالرقيقة بطل للأحساء، بطل الكاس، وعنده مشاركة كانت يوم الجمعة وأجلت إلى يوم السبت، وكانت مباراته الجمعة، فقدمنا مباراته خليناها يوم الثلاثاء، لعبها أمام فريق السلام وفاز 2-0 على فريق السلام، واستمرت أو استؤنفت البطولة كما كان في الجدول يعني يوم الخميس. جميل يا أبو حيدر. فريق النجوم الأحساء من الفرق التي لا تقف في عمل تنظيم البطولات بشتى الفئات. من هو الداعم الرئيسي لكل هذا الجهد الذي يبذل لفريق نجوم الأحساء؟ أكيد أن خلف هذا العمل، يعني خلفك أنت يا أبو حيدر الشخص الذي يعمل بدون ملل ولا كلل، هناك داعمين في ما وصل إليه فريق نجوم الأحساء كسمعة، كتنظيما، في كل شهر تقريبا بطولة. أبو علي بقول لك شيء من خلال سنابك وحاصري لك، يمكن ما حد قابلني وسألني السؤال اللي سألته، وهذا أقسم بالله إن إحنا في نجوم الأحساء محتاجين دعم مادي، ما شاء الله، محتاجين دعم معنوي. ولله الحمد الفريق مدعوم مني شخصيا، مدعوم من شوف الصورة الرابعة فوتوفور، هو اللي دائما يتكفل في دعم البطولات. الدعم المعنوي احنا اللي نحتاجه، لا نقلل من دعم اعضاء الشرف، الله يجزيهم خير. دعمهم يعني في البطولات موجود، لكن تعرف انت مهما كان دعم مثلا عضو الشرف لن يتكفل مثلا بدعم البطولة كاملة، جزء يسير انا اقول. وانت تعرف لما اقول مقدار يسير لا يعني شيء امام مثلا اقول تكلفة بطولة قد تكلفك يمكن 40,000 ما بين بداية انطلاق البطولة الى نهايتها. لكن هذا الدعم من اعضاء الشرف الله يجزيهم خير مقبول بكل قدر انا اقول، ويكفي احساسه انه يشارك لو بجزء بسيط. وانا عندي الدعم المعنوي، وجوده وقربه واحساسه بالعمل واشادته بالعمل، هذا افضل من الدعم المالي. اكبر دعم، اكبر دعم، افضل من الدعم المالي. طيب والله الحمد ذكرت لي البطولات مدعومه عندنا. ابو حيدر محتاج للدعم المعنوي، ماذا تقصد بالدعم المعنوي؟ الوقفه، جيتك الان وعمل لقائك ما هذا دعم لي ابد، احنا في خدمتك واعتقد ان الشباب اللي حواليني اللي في لجنه التنظيم واللجنه الاعلاميه واللجان الاخرى وقوفهم هذا اكبر دعم لي،
أبد من خلال هذه الحوار معك احنا داعمينك يا أبو حيدر فيما تقوم به لخدمة فرق حواري الأحساء، أجيالنا وعيالنا وأبنائنا. الله يعطيك العافية. ثق بالله أبو علي ما توقفنا يوم على الدعم المالي ولله الحمد، وهذا لعله سر من أسرار نجاح البطولة، إن احنا ما نفكر في الدعم المالي، نفكر في إثراء النشاط الرياضي واستمراره، والفائدة طبعا للفريق بلا شك انه بيكون مشارك، ومع ذلك مشاركة الفرق اللي بالفعل جالسة تنمو يعني يوم بعد يوم، وهذا الهدف بحد ذاته انا اعتبره هدف جميل جدا دون النظر الى مثلا الكسب المادي. زين ابو حيدر، تكلمنا عن دور تنظيم فريق نجوم الاحساء فيما يقوم به. خلينا نتحدث عن الفئات السنيه لفريق نجوم الاحساء. ماذا عن فريق نجوم الاحساء الفئات السنيه وعن البطولات التي شارك فيها؟ البطولات الفئات السنية أو البطولات اللي شارك فيها أو اللي نظمها بطولات ما شاء الله داخل الملعب، يعني داخل الفريق وخارج الفريق. بطولات كثير يعني في مستوى، أو نقول السنة هذه محقق لها أكثر من 5 إنجازات على مستوى فئات البراعم، نقول 28 27 وفئة 29 30 وفئة 31 و 32. فريق يشارك في بطولات متعددة، ما يقتصر على بطولة واحدة بالمنطقة، يطلع يشارك في الضحى، يشارك في المنيزلة، يشارك في الطرف، حقق 3 بطولات ما شاء الله العون. يعني كنت أنا حاضر يعني 3 بطولات في الطرف ما شاء الله. حاضر ومع أبو محمد مدرب الفريق تم تحقيق بطولة الدوري والسوبر. نعم بالضبط. أنا يعني حتى أثنيت على فريق نجوم الأحساء على ما يقوم به لتطوير المجموعة وصعودها للفريق الأول. زين أبو حيدر، في ظل الدعم الكبير الذي يحظى به فريق النجوم الأحساء من قبلك يا أبو حيدر وأيضا من قبل أعضاء الشرف، المشاهد يقول أين بطولات نجوم الأحساء للفئات السنية باعتبارا أن نجوم الأحساء له صيته ومكانته اجتماعيا رياضيا، يعني حدث يعني هذا طبعا احنا ما نتكلم عن بطولات الفئات السنيه. الفئات السنيه حققنا للان 12 بطوله خلال 4 سنوات، تحقق 12 بطوله من فريق اللي حقق 12 بطوله على مستوى الفئات السنيه خلال 4 سنوات. يمكن كلامنا عن التحقيق على مستوى الفريق الاول، وهذا التساؤل وهذا الامل اللي احنا جالسين نشتغل من اجله. وبالمناسبه ترى عدم تحقيقنا يخلينا اكثر اصرار وتحدي. ممكن بعض الفرق حققت بطوله وهدأت وطفصيت، لكن يمكن سبحان الله سر الجذوه والحماس هذا اللي تشوفه ان فريق نجوم الاحساء لم يحقق بطوله فريق اول، وهو جالس يسعى الان بكل ما اوتي من قوه ان شاء الله تعالى يعني نقول الشغل الحقيقي اللي جالس يصير باعتماد على الفئات اللي طلعناها ان شاء الله هو يحقق، وهذا ما اشوفه مستحيل يا ابو علي. هذا يعني نواة اللي احنا نتكلم عن الفئات السنيه لانهم هم نواة الفريق الاول بلا شك. فدائما احنا نهمل الفئات السنيه ونفكر الفريق الاول. فاسئلتي الفئات السنيه لان هي الرافد الرئيسي للفريق الاول، وهي اللي نتاج عملكم ستثمرون ان شاء الله في المستقبل ان شاء الله. إن شاء الله. الحديث يعني عن فريق الفئات السنيه. الكلام طويل معك ابو حيدر فيما يخص فريق نجوم الاحساء الذي يعمل ويعمل ويعمل لخدمه فرق حواري الاحساء، وجهودك تشكر فتذكر على ما تقوم به خدمه لفرق حواري الاحساء بتنظيم البطولات. ليس سهله ترى، البعض يعتقد انها سهله ان انظم بطولات، ليس سهله، يبي لها جهد، يبي لها كوادر اعلاميا اداريا عمال في متابعه كل صغيره وكبيره. فشكرا لك ابو حيدر على ما تقوم به
في خدمة رياضة الأحساء، وأنت أحد رواد الأحساء في الجانب الرياضي يا أبو حيدر. الله يعطيك العافية أبو علي، وأحب إني يعني أختم لقائي معك بأن التدريب ليس فقط للاعب، حتى الكادر يتدرب. يعني في لقاء مثلا الفرق، في التعامل مع الإداريين مع الممثلين، هو جالس يصنع نفسه ويصنع ذات. ولذلك الحمد لله ما حاولنا في تنظيماتنا ان احنا نستعير يعني منظمين، بل اعتمدنا على شبابنا. وبالفعل الآن أصبح اللاعب المنظم اللي من الفريق عنده الملكة والمقدرة أن يجلس على طاولة التنظيم ويكون أحد أعضاء لجنة الانضباط، وأن يدلو بدلوه، وأن يعني يعطي قرارات من خلال لائحة البطولة، ويكون بالعكس قراراته مقبولة. وهذا الشيء الحمد لله نحسبه إنجاز لنا. يعني مو فقط، يمكن بعض الفرق يا أبو علي تحسب الإنجازات برفع صحيح. لا، احنا الحمد لله إنجازاتنا في النمو اللي نشوفه ينمو فيه الفريق في جميع الاتجاهات. زين، شكرا لك يا أبو حيدر. سؤال أخير، بحكم أنك منظم للبطولات، وبحكم أن احنا لدينا عدة لجان في التحكيم وعدة لجان في التعليق، هل يعني لديك القدرة أنك تختار في كل بطولة لجنة معينة، بحكم أنك أنت أحد وجهاء المنطقة رياضيا كفريق نجوم الأحساء، لا يقتصر على لجنة من دون لجنة؟ هل أنت عملت هذا الأمر، أن بطولة لجنة تحكيم، بطولة لجنة قضاة الملاعب، تعليقا اللجنة الرسمية، بطولة لتعليق شيخ المعلقين؟ طبعا شوف، لو بتسألني هالسؤال مرتين ثلاث بقول لك ترى أنا موقفي حيادي، وبالعكس أنظر لكل اللجان مستحقة أنها تشاركك النجاح. ما يوم مثلا تعمدت اني اختار لجنه واترك لجنه ثانيه، الا ان تكون اللجنه انا اقول يمكن في كامل مقوماتها وكامل عطائها. وثق بالله متى ما رايت اي لجنه انها جاهزه وانها راح بالعكس تضيف للبطوله، لن اتردد في اني اختار. حق المنافسه مشروع، مثل ما الفرق مثلا تجي وتحب انها تشارك معاك وانت كمنظم لك ان مثلا تختار احيانا بعض الفرق، كذلك مع اللجان انا اقول، لان انت كمنظم هم مطالب باختيار دائما الافضل. وما انا احصر الافضل على لجنه، لا، لكن طبيعه الامور تنافسيه. اليوم ابو علي يتميز، بكره يمكن يقل دروب شوي تميز اللجنه الاخرى. بلا شك يعني انا اتصور بهالمنهج احنا يكون اختيار كلهم لجان بلا شك كلهم. انا قلت لك ابو علي انا من الجهه ذي ترى على يدك اليمين، حيادي جدا في مساله اختيار اللجان. جميل، يعطيك العافيه على ما تقوم به، وهذا وكلهم على عينان في راس واحد، لجنه قضاة الملاعب، اللجنه الرسميه، لجنه بعد الحكم للمجموعه الثالثه لتوفيق او حتى رابطه التعليق، او حتى لجنه شيخ المعلقين. بالعكس كلهم محفوظ، كلهم باسمائه وباحترامه، وفيه مثل ما قلت يعني بالعكس كل لجنه لها ميزاتها، واحنا دائما يعني مثل ما قلت لك موقفنا حيادي جدا في مساله الاختيار. شكرا لك ابو حيدر، كلام معك طويل، لو اجلس معك يمكن راح يعني نثري المتابعين باسئله كثيره، لكن نكتفي بما ذكرناه ونكتفي بما ذكرته يا ابو حيدر فيما يخص نجوم الاحساء عن تنظيم البطولات وفريق الفئات السنيه. الله يعطيك العافيه يا ابو علي، وسعيدين والله بحضورك اليوم في ملعبك، ملعب نجوم الاحساء، وان شاء الله احنا نستضيفك مره ثانيه ان شاء الله يا رب. خدمتكم يا عزيزي، تحياتي لك حبيبي ابو حيدر.